هنا القاهرة. النهاردة هنرجع لورا شوية لحدث مهم جدا في التاريخ المصري. هنحكي عن صندوق سحري. الصندوق ده كان قادر انه يغير شكل مصر كلها، كان قادر انه يجمع العيلة ويشكل الوعي ويخليك تضحك من قلبك وتتأثر مع القصة. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن الإذاعة، وبالتحديد هنا القاهرة، الإذاعة المصرية. الإذاعة كانت بتمثل مراية لكل شعب مصر بكل طبقاته، وكمان ما نسيتش مساندة أشقائها في المنطقة العربية والإفريقية. النهاردة هنحكي لكم إزاي بدأت الحكاية دي كلها، ومين كانوا أبطالها، وإزاي اتحولت الإذاعة من مجرد جهاز لجزء من روح المصريين. فيلا بينا نبدأ الحكاية. أهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي. بص يا سيدي، قبل ما تظهر الإذاعة بالشكل الرسمي اللي احنا عارفينه دلوقتي، كانت الإذاعة ليها شكل تاني خالص. فأول مرة كان المصريين يسمعوا إذاعة محلية كانت عن طريق الإذاعات الأهلية. وده معناه إيه؟ الإذاعات الأهلية زي إذاعة فاروق وكيلوباترا كان أغلبهم ملك لتجار كبار، والهدف الأساسي منهم كان الهجاء بين التجار. يعني كل واحد بيجيب بضاعة ويبدأ يتكلم في الإذاعة بتاعته عن قوة البضاعة بتاعته ومدى جودة السلعة، ويضرب في التاجر اللي قصاده. وطبعا لما طلعت فكرة إنشاء إذاعة رسمية، كل المهاترات دي ما كانش ينفع تستمر، فاتوقفت واتلغت كل الإذاعات الأهلية. ويوم 29 مايو سنة 1934 كان آخر بث لإذاعة أهلية، وده فتح الباب لظهور الإذاعة الرسمية المصرية. يوم 31 مايو سنة 1934 كان يوم تاريخي، لأن اتعمل فيه احتفالية ضخمة جدا حضرها كبار رجال الدولة والمثقفين عشان يحضروا ولادة أول إذاعة رسمية مصرية. والإذاعة دي كان اسمها الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وكانت بالمشاركة مع شركة ماركوني التلغرافية البريطانية. وأول صوت طلع منها كان صوت مذيعها الأول، المهندس الطيار الفنان أحمد سالم، وبدأها بجملته الخالدة اللي احنا لسه لحد دلوقتي حافظينها: هنا القاهرة. ياه على العظمة! بس أحمد سالم ما كانش لوحده، كان معاه فريق قوي جدا من رجالة وستات صنعوا تاريخ الإذاعة المصرية، منهم محمد سعيد لطفي باشا، علي خليل، محمد فتحي، عفاف الرشيدي، ومدحت عاصم. في الأول الإذاعة كان ليها محطتين بس، البرنامج الرئيسي والبرنامج الأوروبي، واتعمل مجلس أعلى للإذاعة عشان يطور من المحتوى المقدم. وتخيلوا مين كان بيقدم الأحاديث الإذاعية في الفترة دي؟ كان بيقدم الأحاديث قامات بحجم طه حسين والعقاد وغيرهم من عمالقة الثقافة، ودول لعبوا دور مهم جدا في رفع الوعي الثقافي في المجتمع. طب والترفيه؟ اتعمل برنامج ترفيهي على أعلى مستوى. الإذاعة اتعاقدت مع كبار الفنانين عشان يقدموا أعمالهم عليها، أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وليلى مراد وغيرهم. ده غير إسماعيل ياسين بمونولوجاته اللي تفطس من الضحك. بس الدنيا ما بتبقاش وردي على طول. بعد فترة توترت العلاقات بين مصر وبريطانيا بسبب رفض القوات البريطانية الانسحاب من على الأراضي المصرية، وحصل خلاف على السياسة الإخبارية للإذاعة. فالحكومة المصرية فسخت العقد مع شركة ماركوني التلغرافية، وفي يوم 18 مايو 1947 استلمت الحكومة الإذاعة عشان تكون مصرية خالصة شكلا وموضوعا. ومن الوقت ده فضلت الإذاعة تتطور بشكل مستمر، وتأسس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سنة 1971.
وخلال السنين دي اتأسست عدد من المحطات اللي الناس اتعلقت بيها، زي إذاعة صوت العرب وإذاعة الشرق الأوسط وإذاعة فلسطين وإذاعة القرآن الكريم اللي بتنور بيوتنا لحد وقتنا ده. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الاهتمام بعد كده اتوجه لإنشاء إذاعات إقليمية عشان تخدم كل المحافظات، لحد ما وصلنا لمحطات العصر الحديث زي نجوم اف ام ونايل اف ام ونغم اف ام والإذاعة التعليمية. تطور ملوش آخر. ده في برامج اتعملت في الأربعينات والخمسينات ولحد النهاردة لسه محفورة في وجدان وذاكرة المصريين. البرامج دي ساهمت في تشكيل وعينا وثقافتنا. من فينا ما سمعش عنها أو عن حكاياتها من أهالينا؟ برامج زي برنامج ساعة لقلبك اللي كان بيقدمه مجموعة من عمالقة الكوميديا، على الناصية للإعلامية القديرة أمال فهمي، كلمتين وبس للعملاق فؤاد المهندس الأستاذ، رباط البيوت، وده كان صديق لكل ست بيت مصرية، غنوة وحدوتة لأبلة فضيلة اللي كلنا كبرنا على صوتها وحكاويها. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح كلمتين وبس. أمال فهمي تقدم لكم على الناصية. أنا بستناك نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. يا حلو يا حلو يا حلو صبح. وغيرهم كتير من البرامج والأوبريتات اللي أنتجتهم الإذاعة المصرية العظيمة. والإذاعة دي مش مجرد برامج وبس، دي مكتبة كنوز لتسجيلات نادرة لأحداث تاريخية مهمة مش لمصر بس، للعالم كله. ومهما الزمن يعدي أو التكنولوجيا تتغير وتطلع اختراعات جديدة، هتفضل الإذاعة المصرية ليها مكانة خاصة جدا في قلوبنا. قصة الحب اللي بدأت بجملة هنا القاهرة لسه مستمرة وهتفضل مستمرة بإذن الله. الإذاعة دي هي صوت مصر، هي حكايتنا، هي جزء من هويتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. أتمنى أسمع آرائكم في الكومنتات تحت، وتقولوا لنا على أكتر برامج بتحبوها على الإذاعة، وتحكوا لنا عن ذكرياتكم مع الإذاعة المصرية. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصل لكم كل الحكايات الجديدة والمشوقة من خان الراوي. فلحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.